السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدعوة منكم لأبوهم بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هم وأمواتنا جميعا يا رب العالمين. سمك الموسى، عارفين يعني إيه سمك موسى؟ من أجود أنواع السمك، من أطعم وألذ أسماك أنا أكلتها في حياتي. سمك الموسى ده بيبقى خفيف الدهون، خفيف جدا على اللي عندهم كوليسترول عالي ودهون عالية. سمك القاروص حاجة كده فاخر من الآخر، من أجود أنواع السمك البحر. سمكة واللحمة بتاعته بيضة زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. النهاردة معاكم طريقتين سمك ونوعين سمك. سمك الموسى معروف قليل في الدهون بتاعته وحلو الجماعة بتوع الكوليسترول والدهون ايه الزيادة، والقاروص من أجود أنواع السمك بتاعنا. تعالوا على الفيديو نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين، ويجعل بيوتكم عمرانا بالخير دايما، اللهم امين. ويعين كل واحد على شيلته، ويعين كل واحد على اللي هو فيه. سمك الموسى ده يا جماعة من اجود انواع اسماك البحر. في غيره كتير زي المرجان، زي البربون، زي اللوط، اسماك كتير جدا لو قعدت اقول لكم من هنا لبكره مش هخلص من اسماك، مش من انواع السمك. الدقه بتاعتنا بقى والهريسه الحلوه اللي دايما بعملها، توم على شط على ملح، وبضربها كده في الكبه وبشيلها عندي بعمل بيها اي حاجه. مسكته تبلته وظبطته وركنته. ده بقى سمك القاروص بقى، بسم الله ما شاء الله على لحمه وجماله، تحفه. وشايفين النظافه وزيه قلبه زي الفل. همسكه برضه احشيه بنفس الدقه اللي معايا، الخلطه حاجه كده تحفه. بحب اعملها قوي 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 واشيلها في التلاجة. اعمل بتنجان، اعمل اسماك، اعمل بابا غنوج، اعمل طحينه، اعمل فاصوليا، اعمل بسله، برمي معلقه فيها، تبله كده حلو كده واظبطه واسيبه كده ايه حلو على ما اعمل بقى الرز بقى والسلطه والكلام ده، يكون شرب من الدقه بتاعتي واقليه. سمكه تحفه. السمكيه قسمتها 2 بالظبط، يعني هي مش مستاهله تقطع على 3 سمكات، اتقطعت على سمكتين 2. بسم الله ما شاء الله. بجد يا جماعة جربوه، الجماعة اللي بتوع اسكندرية والمدن الساحلية يا عارفين يعني ايه سمك قاروص وسمك موسى. سمك الموسى ده تحفة جميل، لا في شوك هيضايقك ولا في اي حاجة. انت بتاكلي السمكية بتطلع الشوكة بالدماغ بتاعتها زي اكنك رسم هيكل عظمي بالظبط. حبة دق عليه بقى كده ونركن بقى ويتبل وليمونة، ونعصر نص ليمونة كمان على السمك الموسى. ايدك في الرز والبصل عشان ما تنساش وتتحرق منك. نص ليمونه هنا كمان كده ونركنهم ويبقى 100. بصوا السمكه عامله ازاي. السمكه عباره عن شوكه في النص فقط لا غير، مفيش اي حاجه فيها. تحفه. لحمها جميل جدا، طعمها لذيذ جميل. ايدك بقى في البوتاجاز نقطه ميه نزلت، حاجه نزلت، امسحي. ما تقفيش ساكته كده وتقفي تتفرجي على الحاجه تتكوم عليكي. امسحي حواليكي وشيلي حواليكي عشان تبقي فايقه بعد ما تحضري غداكي، يا دوبك الطبقين بتوع الغدا. هننزل بقى عيارنا في الرز. انت 3 كوبايات 4 كوبايات كوبايتين اللي هتعمليه لولادك ويكفي بيتك، عايريه وننزلي بيه وتنزلي بربع كوبايه ميه. تزود معاكي الرز والرز يبقى مستوي حلو ومفرفر قوي. يعني 3 كوبايات انت عايرتيه، انزلي في الاخر بربع كوبايه ميه زي ما انا عملت كده. شويه بقى كمون ولا ملح بكمون، انا عامله الملح ده ملح على كمون. تمام كده. غلي معانا والرز المصري مغسول وزي الفل، انزلي بيه. مجرد ما يغلي معاكي وتشرب بتوطي عليه شمع عشان يستوي على الهادي، على الهادي يا زبادي. تمام كده. عملت رز معاكم الصياديه كتير جدا، رز صياديه ساده ورز صياديه بالجزر وبالطماطم وبالخلطه، وعامله معاكم بجميع انواع رز الصياديه. السمك بتاعنا متبل وزي الفل، وبنجهز واحده واحده كده النار. كده التبل اهوت معايا السمك ومركون على جنب. الرز بتاعي اتشرب، بسم الله ما شاء الله، وصلوا على النبي كده. صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه افضل الصلاه والسلام. هنقله على العين الواطيه خالص واسيبه مع نفسه. تمام. نبتدي بقى نقلي السمك. احنا كده خلصنا. نحط الزيت بتاعنا ونقلي بقى السمك بقى يبقى سخن كده، يتحط على الترابيزه او سفرتك او صينيتك او اي مكان بتاكلي فيه، سخن وجميل كده وحلو. جيب بقى كده ايه الدقيق، ويا دوبك بقى ايه من ظهر السمكية كده، وتجيبي طبق جنبك تظبطي على ما الزيت يسخن، تكون انت عملتي لك كام سمكية كده في الدقيق عشان يبقى بسرعة بسرعة ورا بعض. في برضو
انبهكم لحاجه جميله وحاجه كويسه انا اتعلمت منها من بدايه ما ابتديت اعمل الاسماك، بالذات في سمك الموسى ده. انا سمك الموسى ده انا اول ما اتجوزت وجوزي جابهولي انا ما كنتش بعرف اعمله، ولا اعرف ان القشره الظهر بتاعه فيه قشره سودا لازم اقشرها واشيلها. اتعلمت كتير يعني، عملته بكام مره بس اتعلمت. مره مثلا ما عرفتش اطلع القشره، مره غسبته في الزيت كتير لما نشف، لان السمك بتاعه مش تخين، السمك بتاعه اللحم بتاعه رفيع جدا يا دوبك. بصوا اكنك بتقلي بانيه، يا دوبك بتاخد بيشم النار وتقلبيه تاني. السمك بتاعه بيستوي بسرعه، لا تقولي في دم ولا تقولي في مستواش، لا. اوعي تسيبيه ينشف معاكي في الزيت، ان نشف معاكي في الزيت هيجلد، مش هتعرفي تاكليه. المعلومه دي مهمه جدا، مهمه جدا جدا. يا دوبك يشم النار تقومي قلبها على طول، وبعد ما تقلبيه بحوالي 30 ثانيه تقومي شايلاها. السمكه بتبقى جميله ومستويه وزي العسل، يختلف عن البلطي وعن القاروص وعن اي نوع سمك تاني. في اسماك بتغيب في الزيت وفي اسماك ما بتغيبش. تمام، هنبتدي بقى نقلبه. احنا بنجهز بقى ايه يعني، طبق مليان كده عشان نطلع ونحطه على طول، ما بياخدش وقت. اذكروا الله دايما في كل وقت، وادعوا لحبايبكم وادعوا لاولادكم وادعوا ليا. ما تنسوش ان تدعوا لكل امواتنا بالرحمه والمغفره، و... وتدعوا بكل مريض ربنا يشفيه ويعفى عنه ويزاح عن كل مريض يا رب، ويعين كل واحد على همه وشيلته ومسؤوليته وبيته. اللهم امين. بصوا بقى لونه جميل تحفه، ما تسيبوش لما يتحرق منك ويتحمر قوي وما تعرفيش تاكلي السمكيه. مجرد ما تطلعيها وتبرد بتقومي بقى عامله لها بقى، بصوا هتشوفوا التكه اللي انا عملتها في السمك دي بجد. خلي ولادي وجوزي يقولوا لي تسلم ايدك يا ماما، ايه طعمه السمك دي. ما بياخدش، يا دوبك بيشم النار كده. انا بقليه بحس ان انا بقليه زي البانيه. طبعا هتستغربوا ان انا ماسكه غطا حله، ما طلعتوش على طبق ولا مناديل ولا بتاع. انا الاسماك بالذات انا بحب اطلعها في غطا حله، وبالذات غطا الحله البلدي ده اللي بيبقى نازل بغوط كده، الزيت بيصفى وينزل يجري في الحته الغويطه دي. فكره جميله، وانا قلت لكم في الفيديو كام فكره حلوه وكام حاجه تستفيدوا منها. الغطا فكرته حلوة قوي لما تكون بتقلي سمك او تقلي بانيه او تقلي اي حاجه، بتجيب غطا من البلدي، الحلل البلدي دي اللي بيبقى نازل بغوط من تحت كده، الزيت ينزل يجري على تحت ويبقى الحاجه مش شاربه زيت. لكن لو طلعتها على مناديل ممكن تشرب زيت، لو طلعتها على سيرفيز ممكن تشرب زيت. لكن في الغطا الزيت بينزل يجري على الحته الغويطه دي. ففكره حلوه برضو تستفادوا منها. تحط على جنب الغطا داير ما يدور كده تلاقي الزيت نزل على تحت. لونه جميل ازاي، لونه تحفه، تحس ان انت بتقلي بانيه. بسم الله ما شاء الله، بجد بكل امانه انا لما بعمل حاجه بقول لكم 10/10. السمك كان تحفه، والتتبيله والخلطه اللي انا عاملاها بيخليها السمك خطير، حاجه كده فاخر من الاخر. نبتدي بقى خلاص نجهز القاروص. نفس النظام اعمله بالدقيق كده، واعمله من كل حته كده وجوانب وكل حته، وابتدي اقليه ورا الموسى على طول. اسماك البحر كتير جدا، يعني انا ممكن لو اقول لكم على اللي انا حافظاه بس هتلخبط. يعني الموسى، القاروص، اللوت، المرجان، البربون، الشراغيش، الدنيس، المكرونه، السيوف. ايه الاسماك دي كتير كتير قوي. يعني انا اول ما اتجوزت ما كنتش اعرف انواع السمك دي، لان معروف في البلاد التانية او المحافظات التانية زي طنطا معروف كم نوع سمك واحد بس اللي موجودين، او نوعين ثلاثة. لكن هنا بسم الله ما شاء الله في اسكندريه في المحافظات الساحليه كلها انواع اسماك رهيبه. يعني أنا ممكن انزل السوق اتلخبط في الاسماك. شايفين الطعامه، شايفين التحفه. بصوا لوحه فنيه، سمك الموسى ده لوحه فنيه. ناخد معلقه دقه كده من اللي احنا عاملينها كده الهريسه، نعصر عليها ليمونه كبيره كده، ونرش بقى الدقه بتاعتنا على السمك. واتفرج بقى، ولا اجدعها مطعم تخشي تاكلي فيه اسماك.
انت لو دخلت مطعم تاكلي وجبه سمك بس، سمكيه موسى كده واحده او اتنين مع طبق رز، هتقومي دافعه لك 300 جنيه. طب وانا ليه؟ ما انا اجيب كيلو موسى ب 150 جنيه او 140 جنيه او 130 جنيه ساعات بيعمل، لان الموسى احجام، في صغير في كبير في وسط في كده. يعني اجيب كيلو يغرق بيتنا كله، يغرق بيتنا كله. شايفين عظمة؟ 10 على 10. يا رب يكون أسماك النهاردة عجبتكم والغدا بتاعنا عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.